هو ايه حوار الفوطه اللي كان في ماتش المغرب والسنغال ده؟ وهل السنغال فعلا الهدف بتاعها كان لازم يتحسب من الاول واتظلمت فيه؟ وايه اللي خلى ابراهيم دياز يضيع الكوره بشكل غريب كده؟ هل ده ليه علاقه بالسحر او بالفوطه اللي كانوا بيجروا وراها؟ وليه كل المصريين فرحانين في المغرب؟ كل الاسئله دي انا هجاوبكم عليها في الحلقه دي. الكورة مجنونة فعلا وملهاش سيناريو، واللي حصل امبارح ده كان حاجة لا تخطر على بال أي حد. نبدأ بحوار الفوطة اللي جننت اللعيبة بتاعت السنغال والمغرب، وكل ما مندي يروح يجيب فوطة لنفسه الامن بتاع المغرب ولاعيبه المغرب ياخدوها منهم. الفكره ان المغرب او لعيبه المغرب فاكرين ان مندي او السنغال عاملين سحر على الجون، والفوطه دي هي اللي فيها السحر. وكان كل ما مندي يجي يحط الفوطه جنبه حد ياخدها منهم، سواء كان لعيبه المنتخب المغرب او الامن. وكان في لقطه كده غريبه، واللعيب بتاع منتخب المغرب واقف ومستني يشوف ايه اللي هيحصل، وبيراقب الفوطه يعني انها ما تتحركش من مكانها، وان هو ايه، انت خلاص كده مش هتاخدها تاني. فحاجة غريبة. وفي ناس بتقول إن لعيبة المنتخب المغرب شاكين في مندي وفي لعيبة السنغال إن هما بيعملوا سحر، عشان أصلا هما اللي بيعملوا السحر. عشان هما بيعملوا سحر هما كمان، فهم فاكرين إن هما زيهم وإن هما بيعملوا سحر زيهم. هل ده ليه علاقة بضربة جزاء إبراهيم دياز اللي ضيعها بشكل غريب، اللي حطها بانينكا؟ جاي تعمل بانينكا في نهائي كأس أفريقيا؟ يا بارد. أكيد أنا بصراحة أول ما شفت اللقطة قلت اكيد هو قصده. وفي ناس بتقول ان هو كان متفق مع ساديو ماني ان هو هيضيعها عشان الماتش يكمل، عشان خاطر اللي حصل وبتاع. ناس تانية بتقول ان السحر اللي كان في الفوطه بقى بتاع مندي والحاجات دي هو اللي خلى ابراهيم دياز يضيع الكرة بالشكل ده. وخصوصا بعدها لان هو كان مستغرب من نفسه وكان منهار مش عارف ازاي ده حصل. فهل ده سوء تقدير منه هو في اللقطة دي، ولا ده سحر فعلا؟ ونخش على نقطة السنغال. اللقطة اللي عملوها ان هم ينسحبوا من الماتش، انا شايفها بصراحة انها حركة ذكية وان فيها كرامة وعزة نفس. انت دلوقتي لما الجون بتاعك يتلغي، الهدف بتاع السنغال اللي اتلغى ده كان مفروض يحتسب، او لو مش هيحتسب يبقى كمان الكورة الفاول بتاعت ابراهيم دياز هي كمان ما تتحسبش، وما يكونش في ضربة جزاء من الاصل، لان الكورتين اصلا شبه بعض جدا جدا. وبصراحة أنا شايف تدخل بتاع حكيمي أو الكورة اللي لعيب السنغال دخل فيها في حكيمي ما كانتش تستاهل إن هي، حاسس برضو زي ما يكون حكيمي رمى نفسه شوية، وإن هي أصلا كان ممكن تبقى هدف عادي جدا ما فيهاش أي مشاكل. ده اللي أثار واللي استفز لعيبة السنغال ومدرب السنغال وجمهور السنغال كلهم. ولما اتحسب عليهم ضربة الجزاء زعلوا جدا وخدوا بعضهم ودخلوا جوه. المدرب بتاع السنغال قعد يقول لهم خشوا خشوا ومش عارف ايه وبتاع، الا ساديو ماني هو الوحيد اللي قاعد يقول لهم ايه، لا استنوا، هنلعب رجاله، هنكمل بقيه الدقايق رجاله ويحصل اللي يحصل. وفعلا رجعوا للماتش، وتيجي ضربة جزاء ابراهيم دياز ويضيعها بشكل غريب جدا، يحطها بانينكا بشكل غريب جدا، بيخشوا اكسترا تايم. ساعتها تجيب السنغال الهدف ويقعدوا بقى على الجون ويستموتوا على الجون ويستقتلوا على الجون لحد لما بيكسبوا البطولة وياخدوا افريقيا 2026. طيب، ليه كل المصريين فرحانين في المغرب او اغلب المصريين يعني؟ انا بصراحة مش هنكر ولا هكذب، كنت فرحان شوية. بعد كده قلت يعني عادي، يعني دي كورة ومش لازم اشمت فيك، ما انت بكرة هتشمت فيا ومش فارقة بالنسبة لي قوي يعني. بس انا اقول لك ليه المنتخب المصري او ليه الشعب المصري شمتان في الشعب المغربي. بسبب اللي بيحصل، وبسبب سفرات الاستهجان اللي كانت علينا في الماتش بتاع نيجيريا على النشيد الوطني بتاعنا. وحجتهم ان احنا صفرنا عليهم في 2006. الحقيقه ما كانتش كده، هم بياخدوا بس الموضوع ده عشان ايه، يلاقوا حاجه يتكلموا بيها. لكن ده مش ده اللي حصل. اللي حصل في 2006 ان احنا كنا بنصفر بنشجعهم قبل ما النشيد يشتغل، ومع النشيد لما اشتغل بدأنا نسكت تدريجيا. الناس بدأت تسكت تدريجيا لحد لما الصوت اختفى خالص في تقريبا في نص النشيد الوطني، وما كانش في صوت خالص لأي صفارات ولا أي حاجة. بس هم كانوا فاكرين أو هم بيجيبوها في دي عشان خاطر إيه، يبرروا هم ليه بيصفروا على نشيد المنتخب المصري. ده أنا شايف إن هو مش صح. مش شايف إن ده المفروض يكون السلوك بين الدول العربية وبعضها، إن المفروض تدعم. وخصوصا إن إحنا لو كنا عايزين نصفر عليكم كنا صفرنا عليكم في البطولة بتاعتنا لما كانت بتتلعب على أرضنا. بس إحنا ما عملناش كده. فدي كانت حاجة من أكتر الحاجات المستفزة للشعب المصري. وحاجة كمان إن أنت كنا بيجي لقطات كده في ماتش مصر والسنغال وماتش مصر ونيجيريا،
لمغاربة بيشجعوا السنغال ونيجيريا أكنهم قرايب، بيشجعوهم بقلب وفعلا فرحانين لما بيدخل فينا جون، بيكونوا فرحانين جدا جدا جدا، ولو لعيب ضيع من عندنا ضربة جزاء ولا حاجة يفرحوا جدا. فكانت بتيجي ساعتها الكاميرات عليهم، وكانت بتبقى لقطة مستفزة للمصريين، فاللي هو انت ربيت بينك وبينهم عداوة خلاص، وبقى في بينك وبينهم عداوة، في تنشن بينكم ان انت اي حاجة، اي حد بيلعب ضدي حتى لو كان عدوك انت بتشجعه برضه. فانا ليه هشجعك لما تيجي بقى تلعب ضد السنغال وغيره وغيره. يمكن يكون برضو الشحنة اللي من المغرب دي كان بسببها حوار مصطفى محمد والأناكوندا ومش عارف ايه، بس ده كان ترند عبيط يعني مش مستاهل، ان هو احنا بنكسبكم ومش عارف ايه، بينا وبين بعض. بس لما يجي حد من بره، من افريقيا من بره ويخش، المفروض يكون دعم لاخوك العربي مش الاجنبي. الكرة في افريقيا مجنونة، الكرة في افريقيا غريبة، تفهمش اللي حصل امبارح ده كان ايه، سحر ولا ده حظ ولا ده يعني حق ربنا في السنغال ان هي كانت فعلا مظلومة. ما تفهمش بصراحة ايه الوضع كان ايه ولا ايه الموضوع، لكن هي دي الكورة في افريقيا، وهي دي فعلا اسلوب الحياة في افريقيا، وهي دي الكورة في افريقيا مختلفة تماما عن اي كورة تانية في اي دولة تانية، وليها كده حاجات الغريبة الحلوة والوحشة طبعا. بس بصراحة البطولة كانت ممتعة اوفرول، وانا كنت مستمتع بالمنتخب المصري، اي نعم كان بيجلطنا ولكن كنت مستمتع بيه. ونقول مبروك للسنغال اللي بينا وبينهم طار، ونقول هارد لك للمغرب اللي احنا كلنا فرحانين فيهم دلوقتي. والجايات اكتر من الرايحات، واحنا نفسي بقى نكسب التامنة، مش عارف نكسبها امتى لما انا اكون عجوز وعندي عيال تقريبا، مش هشوف التامنة دي خالص. فبجد نفسي المنتخبات العربية كلها في كأس العالم اللي جاي تأدي تأدية مشرفة، ونكون على الأقل في 2 أو 3 منتخبات عربية بتخش في الأدوار البعيدة. وبس، ودي كانت الحلقة بسيطة النهاردة خفيفة عن اللي حصل امبارح، والكرة الكرة المجنونة في أفريقيا. وقولي رأيك أنت في الكومنتات، هل أنت شايف إن اللي حصل مع المغرب ده هم فعلا يستحقوه وفعلا، ولا هل فعلا في سحر في الفوطة والكلام اللي بيتقال ده؟ وشايف تصرف السنغال ان هم ياخدوا بعض وينسحبوا، هل دي فعلا حركة كويسة ان هم يعبروا عن الظلم او كده، ولا شايف ان دي حركة مش احترافية او مش بروفيشنال؟ وانت كمصري قول لي برضه، انت فرحان في المغرب ولا لا زي بقية الناس وبس. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، وهنتكلم قريب برضه، ممكن اعمل حلقة اتكلم فيها عن اللي حصل امبارح بخصوص برشلونة وريال سوسيداد المهزلة. والحاجة برضه اللي مش متوقعة ان برشلونة تخسر من ريال سوسيداد 2-1، حاجة في منتهى العبث بصراحة. فبس دي كانت حلقة النهاردة، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم عن انهي ماتش، واشوفكم في مواعيد جاية ان شاء الله. باي باي.